العداوة باقا ما سالاتش. العداوة عاد وما غادي تكبر وغادي تبدا ديال بصح ديال بارت تانية و ليتس جو. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! من بعد النزال الاول غادي يطرا واحد الانترفيو اللي غادي يطرا فيه واحد الحاجه اللي غادي تصدم الجمهور ديال الملاكمه. Sit down, Joe. Why you think I'm making? Sit down, Joe. Huh? Sit down quick. Why you think I'm making? The brothers are here. Doing this too? No. Sit down quick, Joe. Well, we're having a scene, as you can see, and it's hard to tell whether it's clowning or for real between the two fighters. This kind of thing has been going on all along in terms of promotion of the fight, and this time it seems to be for real, because Joe Frazier is really angry. ومن بعد هاد الشجار هذا بفترة غادي تعلن الفايت الجديد اللي غيلعبو محمد علي، واللي كان نورتن ضد محمد علي ديك الساعات، واللي غادي يرجع فيه محمد علي باش ينتقم من كين نورتن الخسارة اللي كان خسرها في الاول، وهادشي اللي كان طرا في الفايت. كلشي لاحظ باللي محمد علي كان مسيطر على الفايت وكان بين قدرة على التحمل اكثر، وكان لعب حسن من الفايت الاولاني ديالو مع كين نورتن، وهادشي اللي غادي يخلي الحكام انهم يعطيو الفوز لمحمد علي بقرار ديال الحكام. وجو فريزر غادي يلعب مع جو بوغنر جوج في شهر 7 في ديك الساعات، وجو فريزر غادي يقدر يربحو بقرار ديال الحكام. On Bugner's right eye because it is underneath that hand of his. You keep the right hand up over on that eye. But it is very puffy. وبالضبط في 1974 28 في شهر 1 غادي يطرا الريماتش ما بين جو فريزر ومحمد علي. وكاع الناس غادي يقول حاجه وحده، واللي هي انه محمد علي كان حسن من الفايت الاولاني بالاف الدرجات، وكان كيلعب بواحد السبيد وكان كيدير واحد الموفمون اللي كان واعر، وهادشي اللي غيخلي المدرب ديالو يبدا يغوش عليه كلشي ويبدا يقول ليه بدا تشطح ما تخليش يضربك. وبالفعل هادشي اللي دار محمد علي، وكان كيتحرك في كل ثانيه باش يولي صعيب للضرب، وهادشي بصح خلى جو فريزر يولي في مشكل كبير، هو انه ما قادش يلاندي وما قادش يدير شي بريسيون على محمد علي، وفيما كان كيقرب ليه كان كيلصق فيه اولا كان كيعنقو باش ما يخليش فين يضرب او فين يدير شي حركه. وكاع الناس غادي يلاحظوا هذا الشيء، وهادشي اللي غيخلي الحكام انهم يعطيو الفايت لمحمد علي بقرار من الحكام. It's all over. The winner by unanimous decision is Muhammad Ali. ومحمد علي غادي يولي نمبر 1 كونتندر، وغادي يلعب مع الشامبيون اللي كان ديك الساعات هو فورمان في زائر 30 شهر 10 1974، حيت كاع الناس عارفين شنو غادي يطرا في الجولة الثامنة.
وهذا الشيء اللي غادي يخلي محمد علي يرجع الشهرة اللي كانت عنده من قبل، ويولي هيفي ويت تشامبيون اوف ذا وورلد، وغيولي هو البطل وغيدافع على اللقب ديالو 3 ديال المرات ضد جو بوغنر، تشاك ويبنر ورون لايل. اما بالنسبه لجو فريزر في ديك الفتره من بعد الخساره ديالو امام محمد علي، غادي يخوض جوج ديال لي فايت واللي كانوا ضد جيمي كيري وجيمي إلايس، وبجوجهم غادي يربحهم. وفي 1 أكتوبر 1975 وفي الفلبين غادي تلعب الفايت الثالث ما بين جو فريزر ومحمد علي واللي كيتلقب تريلا ان مانيلا. وفي الفايت كيبان بانه محمد علي نفس الشيء اللي كان داير في الفايت الثاني غادي يعاود يديرو، وغادي يسيطر على الفايت كامل، وغادي يخلي جو فريزر دائما بعيد عليه. وهادشي اللي غادي يخلي جو فريزر يلقى مشكله كبيره مع محمد علي في هذا الفايت هذا باش يقرب ليه، حيتاش فيما كان كيقرب جو فريزر كان كيتلاقى مع شي كروشي ولا شي بيركول للوجه. وفي الراوند 14 محمد علي غيدير لاندي بونشز، ولكن المشكله هي انه جو فريزر ما قادش يدافع وما قاد يدير والو، وكان منهك بدنيا، وكان كيتلقى الضربات في الوجه وكان كيصبر ليهم. وفي الراوند 15 من يلا باغا تبدا، المدرب ديال جو فريزر غادي يتدخل وغادي كيعلن على انسحاب ديال جو فريزر، وهادشي اللي كيخلي انه محمد علي يربح تكنيكال نوك داون. وكتسالي العداوة في هذا الفايت هذا، وكتسالي التريلوجي المشهورة ديال محمد علي ضد جو فريزر. رغم العداوة اللي كانت ما بيناتهم إلا أنه واحد النهار من بعد النزال غادي يتلاقاو في واحد البرنامج، حيتاش جو فريزر غادي يبغي يفاجئ محمد علي. Not Joe Frazier. think you and I are good pals. No, it ain't You've Joe described him as the fighter you most admire, your old adversary. We've flown him from No, not Philadelphia. Joe Frazier. Smoking Joe. Joe Frazier. Joe Frazier. So after a while, he got back in the car and kind of cooled down some. I said, hey, man, cool it off. You know what I mean? So he said, a song. Start singing. He started singing. I can't believe it. I'm telling you. Ladies and gentlemen, I must a have great done guy. I would say we love him. He's a fine champion. something. Oh, Lord. Congratulations. Joe Frazier. وهنا كنكونو سالينا وحده من الاعظم العداوات اللي طراو في تاريخ الملاكمه. الا بغيتوني ندير شي عداوه واحده اخرى قولوها لي في الكومونتيرات. ما تنسوش انكم تدعموا القناه وتشتركوا فيها وتبارطاجيو مع الناس اللي تامو مهتمين بالملاكمه باش هما يعرفوا شنو طرا في تاريخ الملاكمه. الا بغيتوني ندير على شي عداوه واحده اخرى ديال الملاكمين واحد اخرين قولوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله من القدام غادي يكونوا افكار جداد. ويلا تهلاو.